أقوى وصفة طبيعية رهيبة، 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 رهيبة ما أقولكيش، لتطويل وتكثيف الرموش. وصفة غير مكلفة لكن مفعولها رهيب عجيب. في خلال 3 أيام كل اللي هيشوفك هيحسدك على طول وكثافة وغزارة رموشك، وهيقولك دي مسكرة أو مركبة رموش، عمره ما هيصدق إن دي رموش طبيعية. وصفة مكوناتها بسيطة جدا مش مكلفة، في متناول أي بنت إن هي تجيبها أو تعملها. وقبل ما نكمل الفيديو مع بعض، الله يسعدكم، واللي اتجوزت يرزقها بالذرية الصالحة، واللي متجوزتش تتجوز وربنا يسعدها دنيا وآخرة. يلا ارزعوا اللايك المتين والاشتراك في القناة وشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد، لأن الوصفة بس يعني هي تستاهل، لأنها بس مش هتكثف لك رموشك، لا هتكثف لك شعرك كمان، هتخلي شعرك الجميل ده للركب. وصفة جميلة هتطور رموشك بسرعة خيالية، هتبقى طويلة وكثيفة، وهتكثف شعرك، وهتقلل التساقط بتاع الشعر، وهتنعملك الشعر وتديله لمعان وطول وكثافة، وتخلصك من القشرة نهائيا، وهتقويلك الشعر. لان احنا عندنا في الوصفة ديت مكون رهيب، زي ما هو هيطول لك رموشك في 3 ايام، هي شعرك في خلال اسبوع واحد وغلاوتك. جربيها واكتبي لي تجربتك في التعليقات. الوصفة هيتغير معاها شعرك تماما، في فراغات في الشعر هينبت الشعر من جديد، وهتلاقي فيه بيبي هير كده طالع في الشعر. تمام. وهيعالج لك القشرة بشكل نهائي، وهيسرع لك نمو الشعر عندك. في الحاجات اللي احنا هنستخدمها جميلة جدا اكليل الجبل، واكليل الجبل للشعر معجزة حقيقية في تطويل وتكثيف الشعر، غير ان هو بيدي ريحة عطرة جميلة، وبيرطب الشعر وبيعالج الثعلبة. وعندنا في الحاجات الجميلة جدا اللي هنستخدمها كمان القرنفل. القرنفل ده يعني معجزة للشعر هو كمان، لانه بيسرع لك نمو الشعر، بيقلل لك التساقط، بيعالج لك القشرة، بيدي لك لمعان وزيادة وطول للشعر، بينعم بقى الشعر ما اقولكيش بطريقة غير طبيعية، وبيحمي الشعر من الصلع. وعندك بقى مكون رهيب يعني ايه، عندك 3 مكونات في وصفة من الوصفات اللي هناخدها. ال3 مكونات دول فظاع في تسريع نمو الشعر. عندك اكليل الجبل، القرنفل، حبة البركة. من الحاجات اللي بتطول الشعر بجنون حبة البركة، وبتسرع نمو الشعر وبتزوده كثافة، وبتعزز صحة الشعر، وبتعالج لك القشرة والثعلبة والتساقط. عندك بقى ورق اللورة متوفر في كل بيت، لان طبعا كلكم بتحطوه للشوربة، وورق اللورة احنا ما بنحطوش للشوربة عبثا على فكرة. ورق اللورة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتحول الدهون الثلاثية الضارة اللي في الشوربة لدهون ثنائية. تمام. فبتقلل الكوليسترول. ورق اللورا بيزود لي كثافة الشعر، بيعالج التساقط والقشرة، بيرطب فروة الراس، وبيقاوم الصلع، وبيقوي لي بصيلات الشعر، يخلي الشعر قوي وناعم جدا جدا. نبدأ في أول وصفة عندنا. عندكم يا حلوين احنا لسه طالعين من رمضان، ربنا يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وعندكم كلنا متوفر في بيتنا التمر، والبيت اللي بيبقى فيه التمر موجود على طول بيت كله خير. دلوقتي هتجيبي لي 7 حبات من نقى التمر، هتجيبي 7 حبات نمر وتاخدي تنقيه النقى بتاعهم. تمام. و7 حبات لوز حطهم على النار لما يتحرقوا معانا تماما، وبعدين عليك وعلى الكبة اطحنيهم كويس، وانزلي عليهم بزيت الزيتون لحد ما زيت الزيتون يغطيهم، وحطيهم برطمان واحفظيهم في التلاجة. تمام. اوكي. طيب انا لو ما عنديش زيت زيتون، عليكي وعلى زيت الخروع رهيب رهيب لتطويل الرموش. ما عنديش زيت خروع، عليكي وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا فيه، زيدنا النبي صلى، عليكم وعلى زيت اللوز الحلو. اوكي. هنحط الحاجات اللي احنا قلناها ديت، الحاجات اللي احنا طحناها في الكبة، اللي هي النقع واللوز، ونحط عليهم اي زيوت اللي احنا قلنا عليها تغطيها. تمام. بتتحط الوصفة على الرموش، بعيدي عن منبت الرموش بالزيت. تمام. وتحط على الرموش كل يوم لمدة ساعة وانت صاحية، وبعدين تغسليها. اوكي. وصفة
جميلة، 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 هتغيّر يعني أقول لِك إيه، هتغيّر رموشِك وتطوّلها في خلال 3 أيام، وادعي لي دعوة حلوة عليها. وبالنسبة للشعر بتنفع للشعر أيضًا، تمام؟ نيجي ندخل على الوصفة التانية. الوصفة التانية المكونات بتاعها الجميلة اللي إحنا قُلنا عليها. بُصّي يا حبايبي، دلوقتي عندنا الوصفة التانية. أولًا إكليل الجبل، معلقة كبيرة إكليل الجبل، أنتِ بتجيبي إكليل الجبل أساسًا من عند العطار شوية محترمين كده ب2 جنيه، تمام، يعني ما فيش مكلف. القرنفل هتجيبي لي 6 حبات قرنفل، تمام، عليكِ وعلى 5 حبات ورق لورا أو ورق غار، آآ تمام. ما أعرفش أنتم بتسموه في دول عربية إيه، لو كان في أي دولة عربية غير الاسم يا جماعة الحاجات اللي باقول عليها غير الاسم المذكور يا ريت تكتبوا في التعليقات تفيدوني وتفيدوا غيركم برضه، أوكي؟ يبقى أنا عندي معلقة كبيرة إكليل الجبل، 6 حبات قرنفل أو المسمار، معلقة كبيرة حبة البركة، حبة البركة بيسموها في مصر حبة البركة أو الحبة السوداء، عندِك ورق لورا قُلنا 5 حبات ورق لورا. أوكي، هنحط الحاجات كلّها تغلي لمدة 15 دقيقة، وبعدين نغطّي عليها لمّا تهدى خالص علينا بقى، وعلى الجنب التاني م بت ورقة شاي، ظرف شاي، ونحطّه في فنجان ونصُب عليه مَيّة مغلية، وبعد كده نخلط المَيّة بتاعة الشاي مع المَيّة بتاع الخلطة اللي أنا سِبتها بتاعة حبّة البركة وورق الغار وإكليل الجبل والقرنفل، أوكي، ونخلطهم مع بعض. وبعد كده نحطهم في إيه، نحطهم في أي عبوة مسكرة قديمة عندِك، ويوميًا تحطيهم على الرموش إيه، قبل ما تنامي، أوكي؟ الوصفة ديّة مش هتنفع بس للرموش، الوصفة ديّة تجسيس تطويل الشعر، هتحطيها يوميًا مرّة الصبح ومرّة بالليل وتدورليكِ فروة الراس، الأهم عندي فروة الراس. تمام، وتدلّكي فروة الراس لمدة 5 دقايق مرّة الصبح ومرّة بالليل، واتفرّجي على طول شعرِك وكثافة شعرِك، وعلاج لكل مشاكل الشعر حرفيًا، واتفرّجي برضه بعد 3 أيام على كثافة وطول وغزارة رموشِك، وما تنسيناش باللايك والشير والاشتراك في القناة يا أمرايا، الله يسعدِك دنيا وآخرة. أوكي، وما تنسيش طيّبي أوقاتِك دايمًا بذكر الله والصلاة على السلام على رسول الله عليه ألف صلاة وسلام. لازم نعمل لنا زي ما كل واحد بيبقى حريص إن هو يعمل له رصيد في البنك، لازم يبقى لِك رصيد في الآخرة، وتعملي لِك يعني وِردة يومية لو كل يوم صفحة من القرآن، أو تسلّمي على الرسول عليه الصلاة والسلام 100 مرّة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرّة، تمام، تستغفروا الله. وعندي من الحاجات الجميلة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صيغة استغفار وتسبيح. الحاجات الجميلة جدًا اللي أنتِ لو داومتِ عليها هتفرق معاكِ خلال السنة، لو كل يوم حفظتِ صفحة من القرآن في خلال سنة هتكوني حفظتِ القرآن كامل، وهيفضل في قلبِك دايمًا القرآن، ويا بخت من فضل في قلبه القرآن وذكّره دايمًا بالله سبحانه وتعالى.